معجزة اسطنبول، ليلة بكى فيها جمهور ميلان وفرح فيها ليفربول. أهلا بيكم، أنا مصري وده برنامج ترومبيتة وسنارة. 25 مايو 2005 حصلت حاجة ما تتوصفش غير إنها معجزة، وراه نهائي دوري أبطال أوروبا بين ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي. الماتش بدأ بكارثة لليفربول وانتهى بأغرب ريمونتادا في تاريخ البطولات الأوروبية. الماتش بدأ صادم حرفيا. أول ما الحكم صفر ميلان خد الركنية والراجل مالديني بيسجل هدف بعد 50 ثانية بس. تخيل انت بتلعب نهائي وأول دقيقة تلاقي نفسك متأخر. الكارثة ما وقفتش لغاية هنا. كاكا المايسترو عمل اسيست خرافي لكريسبو اللي جاب التاني، وبعدها بدقايق قليلة نفس اللاعب بيحط التالت لميلان طبعا في الشوط الأول. هنا الجمهور الإنجليزي كان في حالة صدمة والماتش كان رايح لمجزرة تاريخية. كل الناس كانت فاكرة إن ليفربول خسر خلاص، بس الراجل جيرارد كان عنده رأي تاني. في الدقيقة 54 طلع في الهواء ضربها رأسية هوب جول والملعب انفجر. الجمهور بدأ يحس إن في أمل، وبعدها بدقيقتين سليتشر شاطها صاروخ في الجول. بقت النتيجة 3-2. هنا ميلان بدأ يترعب واللعيبة بقت مش مصدقة. بعدها ألونسو خد ضربة جزاء، نجح الحارس في الأول إنه يصدها، لكن ألونسو جابها في الإعادة والنتيجة بقت 3-3. كل ده حصل في 6 دقايق. الماتش راح لأشواط إضافية والتعب سيطر على اللعيبة، وفي ضربات الجزاء جه دور الحارس البولندي دوديك اللي قرر يسرق اللقطة. الحارس ده بدأ يتحرك بطريقة مجنونة، كان بيعمل حركات غريبة عشان يشوش على لعيبة ميلان، وفعلا نجح في صد كورتين، والماتش انتهى بفوز ليفربول بركلات الترجيح 3-2. ليفربول رجع من الموت وأخد الكاس في واحدة من أعظم الماتشات في التاريخ. دي مش بس رومنتادا، دي معجزة كروية. الماتش ده بيفكرنا إن الكورة ما فيهاش مستحيل. مهما كنت متأخر طالما عندك الإرادة تقدر ترجع وتكسب. قولولنا في التعليقات إيه أكتر ماتش شفتوه وحسيتوا إنه كان مستحيل تحصل فيه رومنتادا بالشكل ده. خلصت حلقتنا النهاردة، لكن كلامنا عن سحر الرياضة لسه مخلصش. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة، ولو عايزين تعرفوا احنا مين استنونا في الحلقات الجاية.